هاي صبايا، اكلتنا لليوم صارت جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بتمنى تعملوا لنا لايك وما تنسوا الاشتراك بالقناة. شو ناكل اليوم يا هبل؟ تشيز. شو بدنا ناكل؟ عم تفكري؟ يلا تعي نعمل انا وياكي اكل؟ اوكي. مرحبا صبايا، اهلا وسهلا فيكم من مطبخ كنتي وانا. اليوم رح نحضر تشاينيز بالكريمة ورح نضيف عليها بطاطا حلوة. عنا هون كوسة وجزر وبصل وفليفلة رح نقطعهم، ورح فرجيكم طريقة التحضير تاعيتها كتير سهلة، والبطاطا الحلوة عن جد بتعطيها نكهة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. وهلا بعد ما قطعناهم رح نضيفهم. عنا هون تقريبا كيلو مسحب، رح نضيف عليهم الجزر والكوسه والفليفله والفطر. بعد ما قطعناهم كلهم وصاروا جاهزين رح نضيف عليهم علبه ذره، ورح نضيف البهارات. عنا هون بابريكا، وعنا هون بهار دجاج وبهار صيني، ورح نضيف صويا صوص، ومعلقة صغيرة ملح وزيت نباتي. اخر شي رح اتركهم تقريبا ساعة منقوعين بالبراد. هيك انا بحب انقعهم، بحس بيتشربوا البهارات وكل شي. وهاي بعد ما نقعناها شي ساعة رح نحطها بالفرن. تقريبا كمان بدها تاخد شي نص ساعة لساعة لحتى يستوي كل شي. وهلا بعد ما طلعت من الفرن رح نضيف عليها كريم فريش. ما شاء الله ريحتها بتشهي. اكيد ما رح نحط العلبة كلها، نصها تقريبا، نص الكمية، ورح نرجع نفوتها على الفرن تقريبا شي 10 دقايق. وهاي البطاطا حلوة صاروا جاهزين. رح نقشرهم ونحطهم فوق الخضرة ونرجع نفوتهم على الفرن. هاي صبايا، اكلتنا لليوم صارت جاهزة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بتمنى تعملوا لنا لايك وما تنسوا الاشتراك بالقناة.